صباحكم سكر صباحكم عسل يجعل صباحكم يا رب يندي بذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جمعة مباركة علينا يا حبايب قلبي وعليكم إن شاء الله. ربنا يا رب يسعد أيامكم ويسعد حياتكم. اللهم آمين يا رب العالمين. تعالوا كده معايا أما أبدأ معاكم كده الروتين القوي كده. بدأت معاكم كده من أول النهار لما هختم معاكم برضو كده بآخر اليوم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا بقى شوفوا كده احنا عملنا ايه. حطينا السجادة بتاعنا هو بره في الشمس اللي احنا غاسلينه مع بعض، وعملنا مع بعض كده 2 كيلو قرص طرية للفطار، وبحيث الولاد لو اجوا جعانين وانا بنضف ولا حاجة يسلكوا مع نفسهم كده، وكل واحد يعمل له سندوتش، يعمل له قرصة بجبنة، على ما انا لازم اخلص على الشقة دي النهاردة. بصي ما خليش فيها حاجة إلا لما كده املس عليها وانضفها تنظيفة عميقة. تعالوا بقى معايا، شايفين الصلاة؟ معايا هنا شوية الغسيل دول كده متطبقين، احطهم في الدولاب وهمسك الأوضة ديت كده، هنفض الشباك وهفتحه كده وامسك البطاطين بتاعتي دي انفضها واحطها في قلب الايه، الشباك. يلا بينا يا حبايب قلبي، تعالوا يلا بينا. وقبل ما نعمل اي حاجة زي ما احنا اتفقنا لازم نصلي على الرسول. مسكت الشباك ده كده نضفته تنظيفة جامدة كده، وجبت معايا بعد ما نضفته فوطة بلتها شوية مية بصوت، ورحت جاية ملمعاه كده ومنضفاه بحيث لو في ترابة ناعمة لسه ولا حاجة تطلع معايا. تمام تمام. وفتحته كده وتهوى ويهوي معايا الغرفة بتاعة الأوضة بتاعة الولاد كده. وامسك بقى الفرشة ديت كده بنفضها كده واروح جاية مطبقاه وارفع على طول في قلب الشباك. تمام. قومي كده تشجعي وتنشطي كده، الجو الساقعة دي مش عايز تكتيفة، مش عايز قعدة. طول ما انت قاعدة كده ومتكتفة هتلاقيكي كسلانة مش قادرة تعملي أي حاجة، والتعب يا ولاد والله بيمسك فينا لما بنقعد كده وبنكسل عن الشغل اللي ورانا. أنا كنت مسكت السجاد طبعا غسلته معاكم، نزلت لكم الفيديو بتاع تنظيف السجاد. غسلته كده ورحت جايه حطاه يومين كده ولا 3 في الشمس لما صفى من ميته ونشف كويس. وبعد كده رحت جايه منزلاه عندي في البلكونة علشان يبقى قريب ليا، بحيث لما اجي انضف الشقة اللي انضفه على طول اطلع من الشقة اخش البلكونة اجيب السجاد اللي انا هفرشه على طول. تمام كده نفضت جوز البطاطين الاولانيين دول اللي كانوا على السرير ده، وهجيب بقى بقية البطاطين التانية برضو هعدلها كده وانفضها وارفع كل البطاطين كده في ايه، في قلب الشباك. ايه رأيكم بقى يا حبايب قلبي في التنظيفات الجامدة ديت؟ مسكتلكوا الشقة كلها كده نضفتها وظبطتها، بصي اخر قلاجة. خلاص عشان دخلت الامتحانات بتاعة الولاد قلت أنا لازم انضفها كده قبل ما الولاد يمتحنوا واتلبخ معاهم، يبقى انا ايه مش شايلة هم كركبة الشقة ولا تنظيف الشقة. لازم عندي كده كل شهرين، ده مزاج عندي ان انا الم السجاد اغسله، احس اللي هو خلاص هيتوسخ معايا او حسيت ان هو خلاص بقع كده لازم اجيبه واغسله. رخرة ما شاء الله انا بستهلك سجاد كتير علشان على طول بعد اغسل في السجاد، مهما بحط حافظات بحس ان السجاد برضو عايز يتنضف معايا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا عارفه انت هتقولوا صدعتينا يا شوشو، بس معلش يا حبايب قلبي. هنا خلاص كده خلصت بقية البطاطين كلها ورفعتها كده في قلب الشباك. هسيبها معايا لما الأوضة دي أخلصها خالص، مرفوعين كده في الهوا، وبعد كده في نسبة شمس بتيجي عليهم قليلة بس مش كتير يعني، بس أحسن من مفيش يا جماعة. أنا هنا بوريكم كده إن أنا حطيت البطاطين خلاص. هشيل بقى الدفاية ديت واشيل طقم السرير ده عشان اوديه على الغسيل على طول. شلت كده المخدات برضو، هرفع المخدات فوق البطاطين كده من فوق، بحيث برضو لما انا اخلص كده الدنيا حتة ضيقة عليا مبقاش واقفة كده حاسة ان الدنيا زحمة حوالين مني وانا ايه بنضف وانا شغالة. لما باجي انضف الحاجة ما بحبش ان انا كل حاجة تبقى على دماغي كده، اول باول على طول لازم انضف واخلي الدنيا كده جنبي. تمام. ايه رأيكم في الطقم السرير الكيوت الدباديب الحلوة دي؟ شلت بقى كده همسك بقى المراتب ديت كده انفضها كويس جدا، وهمسك الخشب برضو انفضه، ومعايا ملمع للخشب كده بيخلي الخشب جميل بيلمع معاكي وريحة الأوضة بتبقى جميلة بعد ما بتخلصي. تمام. تعالى بقى على السرير التاني، يلا يا شوشو ما تعطليش نفسك كده. نفس ما احنا عملنا السرير التاني هنمسك السرير ده برضو كده هننضفه كويس جدا، وهشيل كل الحاجات دي وانضفها. هنا محمد كان بيقول لكم حبايب قلبي انتوا ما بتوش بتحطوا لنا اللايكات ليه ولا بتكتبوا لنا الكومنتات ليه؟ هما ما بيعملولناش حاجه يا ماما واحنا عمالين نصور لهم وبنعمل لهم حاجات جميله. قلت له حاضر يا عم حمودي، حبايب قلبك هيحطوا لك لايكات ويعملوا لك اشتراكات وما لهمش بركه الا انت.
ربنا يبارك في عمري يا رب، لأني كده بانفّض وكنت مسجلة لكم المقطع بتاع الفيديو ده كده بطبيعته، بس كان جنبنا فرح وكده وأصوات الفرح طالعة، فحبيت اللي أنا أمنتج لكم الفيديو تاني. ربنا يفرّح الجميع يا رب ويتم عليهم بخير ويفرّح كل اللي يا رب يكون داخل عليه فرحة كده. خلاص نفّضت بقى يا جماعة السراير، تمام، ونفّضت الدولاب كمان معايا، جبت الملمع بتاعي كده ومسكت الخشب كله، من السراير للدولاب لكله بقيت أرش عليه كده من الملمع بتاع الخشب ده. الملمع ده حلو يا جماعة والله استعملوه، هو مش إعلان، أنا على استعماله وكده، أنا باستعمله على طول. بارُش منه كده بقى وأجيب الفوطة بتاعتي وبامسك الفوطة بقى وأمسك الخشب بتاعي كله ألمّعه، بامشي في الحتت اللي هي الخشب اللي هي البارزة ديّة، بادخّل كده طرف الفوطة عشان لو فيها أي تراب والّا أي حاجة بيطلع معايا. ما شاء الله الخشب بتاعي ده خشب عمولة، أقل حاجة بتلمع كده وبينضف معايا بسرعة. ربنا يبارك في عمر اللي عامله يا رب. تمام، سريع سريع يا أم مهاب. كده لمعت الخشب خلاص، تعالوا بقى بينا على الدولاب كده نديله تلميعة سريعة برضه، وطبعًا هالمّع معايا المراية وألمّع معايا الكومودينو وكل الأوضة دي كلها كده اتشقلبت كده واتنضفت تنضيفة جامدة. تمام، الدولاب هنا بُصّوا بيلمع إزاي، هنا برضه أوريكم كل حاجة كده لمّعتها، أجيب معايا المقشة بتاعتي وأكنس الأرضية، أو لأ هافرش الأول السراير. شُفتوا يا جماعة نسيت إزاي، فرشت كده طقم السرير ده، جبت الكبرتاية ديّة، الكبرتاية ديّة فايبر متنجدة كده، وفرشت طقم السرير عشان الولاد يتدفوا كده وهُم نايمين، وكنست الأرضية وجبت المساحة بامسح الأرضية كده أخلّيها تبرق كده وتلمع معايا، على السريع كده برضه. وهنا عندي المروحة باشغّل المروحة تنشّف الأوضة، على ما باجيب السجاد بتكون المروحة نشّفت الأوضة. وأهم حاجة أنا بدأت بيها هي الغرفة بتاعة الولاد، عشان لمّا ييجوا من المدرسة يبقى الغرفة بتاعتهم كده جاهزة، ما يكركبوش ليّا الدنيا. ربنا يهديهم يا رب ويبارك فيهم يا رب، يهدي لنا أولادنا ويهدي لكم أولادكم اللهم آمين يا رب العالمين. تمام، تعالي بقى يا شوشو هاتي سجادك، الأرضية نشفت معايا، ما ينفعش إن أنا أفرش السجاد والأرضية طبعًا مبلولة، لازم الأرضية تنشف معاكِ وبعد كده تفرشي سجادك. شايفين السجاد يا جماعة أبيض إزاي وبيلمع معايا، النضافة حلوة برضه تمام، كده الأوضة خلصت معايا، إيه رأيكم بقى أطفّي النور وأسيب لهم النور الشاعري ده كده بحيث أمّا هُم يدخلوا الأوضة يلاقوا جو شاعري كده. تمام، تعالوا بقى معايا كده على الصالة، أنا كنت حاطة ديّة كده على الرُكنة بحيث إن الولاد أمّا ييجوا يقعدوا هنا ما تتبهدلش معايا وكده عشان إيه، أنا كنت لسه ناكشة الشقة. أنا طبعًا كنت وأنا باغسل السجاد الرُكنة دي كلّها كانت متشالة، أنا غاسلة تحت السجاد دي تحت الرُكنة، مسحت تحت الرُكنة ومسحت الحيطان وكنت ضبّطتها كده وما جبتهاش معاكم وأنا باغسل السجاد. يعني الحيطان ديّة جميلة ونضيفة، نفّضت الرُكنة وهامسك النيش بتاعي كده هانفّضه تنضيفة جامدة، وهادّي له كده ترويقة سريعة كده من جوّه وأورّيكم آخر الfinish كده في الآخر، إيه رأيكم في التقليبة؟ قلبتها كده قلبة بسيطة كده وروّقته ترويقة سريعة كده إيه على الماشي، إيه رأيكم بقى؟ الرصة دي حلوة كده والّا أعكسها تاني؟ هنا باقول لكم الإزاز ده كان فيه متعفّر كده برضه لمّعته، بحيث إن هو يكون نضيف معايا، ولمّعت النيش بتاعي برضه، جِبت الملمّع كده ومسكته لمّعته تلميعة حلوة، والمبردة كمان هاسحبها برّه وهامسكها أنضّفها، هاشيل الحاجات بتاعتها كلّها أغسلها وأغسل قلبها وأضبّطها كمان. تمام، كلنا طبعًا عارفين غسيل يعني المبردة بنغسلها إزاي، هنا غسلتها ونضّفتها، حطيت الإزازة بتاعتها وحطيت لها الحاجات بتاعتها وضبّطتها كده تمام. هنا بقى هاجيب المقشة وأكنس الأرضية كويس جدًا، وبعد ما أكنسها هاروح جاية ماسحاها علشان أجيب الفرشة كمان، بحيث إن أنا أكون خلّصت الأوضة الصغيرة وكمان خلّصت الصالة معايا. الكل هنا بقى يدعي لي كده يا جماعة أنا حاسة إن أنا هاخد دور قوي كده بعد التنضيفة الجامدة والمَيّة والبلبطة اللي أنا كنت بابلبط بيها دي. الله المستعان يا رب، ربنا يا رب يدّي كل واحد على قد نيته يا رب، ويدّي كل واحد صحته يا رب. خلاص كده كنست الأرضية، تعالوا بقى هنا أمسك الأرضية كده ألمّعها، ما شاء الله، ما شاء الله، أنا عندي البلاط ده بدون مَيّة وبدون أي حاجة بيلمع معايا، خامة البلاط ديّة جميلة جدًا والله، هو ما شاء الله بيبان فيه العفار بسرعة وبينضف معاك بسرعة. كده تمام، خلاص خلّصت الfinish بتاع الصالة كده تمام معايا، مسحتها ونضفتها وفرشتها، وكمان أنا خدت الفوطة اللي كانت هنا على المبردة غسلتها بس هارجّعها تاني.
جبت الحافظة ديّة كمان هاحطها كده من قدام دخلة الباب الشقة علشان اللي داخل واللي طالع ما يبطّعش معايا السجاد. تمام، خلّصنا الصلاة تعالوا بقى نخش على الغسيل. غسيل إيه، غسيل المطبخ وترويق المطبخ. هنا معايا طبعًا بعد ما أخلّص الحاجات ديّة لمّيت كمية غسيل حلوة من على أطقم السراير وكده، فمستحيل إن أنا أوعدكم يا جماعة اللي أنا أقدر إن أنا بعد اللي أنا عملته ده إن أشغّل الغسالة وأغسل. لمّيت الغسيل بتاعي ده كده وتاني يوم بإذن الله هاقوم بدري وأغسله. اللي هو النهارده يعني أنا قُمت بدري كده، وقُمت لمّيت غسيلي كلّه كده وغسلته ونضّفت حالي وكده خلاص الشقة عندي بقت آخر ألاجة. هنا عندي كده شوية طباق، كان عندي أكل في التلاجة سخّنته واتغدينا، طبعًا عندي أكل مش هارميه، عندي سمك يا جماعة خسارة، فسخّنت السمك بتاعنا كده واتغدينا وتمام، وقُلت إيه أمّا أروّق المطبخ كمان يبقى كده خلاص أنا خلّصت الأوضة الصغيرة وخلّصت اللهم صل على النبي، خلّصت الصالة كده معايا أخُش على المطبخ علشان برضه المطبخ قريب للصالة، الولاد ما يخشوش كده المطبخ يعملوا حاجة ويطلعوا يبهدلوا لي الصالة اللي برّه، لازم أخلّص المطبخ كمان عشان يبقى الحتّة دي كلّها كاملة معايا متكاملة، بحيث إن الأوضة الكبيرة أصلًا ما فيش فيها دهس كتير كده ولا بهدلة علشان ما بندهسهاش كتير، فالشغل الكتير عندي كان كلّه في الصالة وفي أوضة الأطفال وفي المطبخ وعزاكم الله الحمام. مسكت برضه الحمام كنت منضفاه ومضبّطاه بحيث إن يكون الشقة كده تمام معايا. هنا بقى مسكت شوية الطُباق دول والخلاط والحِلَل وكل الحبشتكنات اللي موجودة معايا في قلب المطبخ ديّة، لازم أروّق حتّتي أول بأول كده، طبعًا ما معييش بنوتة يا جماعة إن هي تساعدني، فاقوم إن أنا أعمل إيه، حالي ومحتالي وأشوف غسيلي وأشوف طلباتي وأشوف أولادي، ولازم أول بأول كده تكوني منضّفة مطبخِك ومنضّفة حتّتِك، أهم حاجة ترويق المطبخ، المطبخ لو عندِك نضيف هتلاقي دايمًا الشقة نضيفة. أنا كل مرّة بابدأ بتنضيفات المطبخ الأول، بس النهارده عشان عندي الولاد قُلت هييجوا الأول من المدرسة ما يبهدلوش ليّا الدنيا وهابقى عايزين يخشوا يغيّروا لأ ياخدوا حاجة من الأوضة وأنا بانضّف فيها لأ، أخلّصها الأول بحيث أمّا هُم ييجوا يخشوا أوضتهم براحتهم. تمام، تمام، أنا بدأت اليوم معاكم أول النهار وهاختم معاكم اليوم بآخر النهار. آآ هنا خلاص بقى هاخلّص كمية الطباق دي كده كويس جدًا، وبعد ما أخلّصها يا حبايب قلبي هادخل على إيه، طبعًا البوتاجاز عندي متوسّخ شوية، شوية يعني ما تقلقوش هتشوفوه معايا متوسّخ إزاي. هامسك برضه البوتاجاز بتاعي كده هانضّفه وأضبّطه، وإحنا شغّالين هنا بقى باقول لكم يا حبايب قلبي ما تنسونيش باللايك والاشتراك فضلًا ليس أمرًا عشان يوصل لكم منّي كل جديد. حبايب قلبي شوشو ربنا يا رب يدومكم نعمة في حياتي يا رب، وتكونوا دايمًا كده مكتّرينّي ومشرّفينّي اللهم آمين يا رب العالمين. نكمّل كده بقية المعركة اللي إحنا شغّالين فيها في المطبخ دي، وحبايب قلبي اللي عمّالين يقولوا لي عايزين روتين، عايزين روتين، عايزين روتين، أدي أنا عملت لكم روتين كَو في الشقة كلّها، مش عملت مثلًا روتين في الأوضة وسِبت بقية الشقة، أنا جمّعت لكم الروتين كلّه في قلب الشقة مرّة واحدة. هنا مسكت خلاص خلّصت كده الحوض بتاعي ومسكته نضّفته قبل ما أخُش على البوتاجاز كده كنت خلاص خلّصت الحاجات كل اللي موجودة معايا الأطباق والحِلَل وكلّه كده تمام، ورُحت جاية حاطّاهم إيه، في جنب يا حبايب قلبي، وجِبت طبعًا السلكة بتاعتي وشوية أريال وجيت على البوتاجاز بتاعي برضه نضّفته كده على الماشي، أنا أول بأول إيديّا في البوتاجاز، بس قُلت بالمرّة وأنا ماشية كده كنت قالية بطاطس مع تسخين الأكل مع ده، مع ده. كان عليه شوية زيوت، قُلت أمّا أنضّفه بالمرّة كده وألمّعه بحيث إن أنا برضه أبقى مستريّحة إن أنا روّقت كل حاجة كده مع بعضيها. هنا خلاص كده جِبت معايا فوطة بعد ما دعكته كده بالسلكة وشوية الأريال، جِبت معايا فوطة كده وبابلّها شوية مَيّة أو معنى أصح باغسلها كده كويس وباجيبها وأعصرها وأروح جاية ماسحة بيها البوتاجاز كده ومنضّفاه. تمام كده البوتاجاز نضيف معايا، أنا هنا ما غسلتش الكِوَش عشان الكِوَش كانت نضيفة معايا عشان أنا أول بأول باغسلها. أنا غسلت بس البوتاجاز ورجّعت كل حاجة مكان، إيه رأيكم بقى كده في ترويق المطبخ؟ هنا بقى نمسك المطبخ كده نمسحه، أنا نضّفت كده الأرضية أمسكه أمسحه كده مسحة معتبرة، علشان أجيب الفرشة بتاعتي كمان وأروح جاية فارشة المطبخ ويبقى كده تمام. إيه رأيكم بقى يا حبايب قلبي، شُفتوا المطبخ ده من تحت؟ أنا عندي هنا دهان أبيض، عايزة أدهنه أبيض، إيه رأيكم أسيبه على نفس الوضع ده والّا أدهنه أبيض أغيّر تغيير جديد كده؟
هنا النور كان قطع معايا بقى وأنا كنت باروّق في الأوضة دي والحمد لله البلكونة كانت منوّرة لي، بس أنا زي ما أنا باقول لكم ما فيهاش هري كتير.